سلام سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا كامل بيان. اليوم ان شاء الله جبت لكم صدقوني حلوة ولا اروع. هذا الحلوة الا ما جربتوهاش راكم رايحين تراطوا. مكونات جد 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 بسيطة وموجودة في كل بيت، لكن النتيجة راهي رايحة تبهركم صدقوني. واحد البنة وبزاف بزاف سهل، والحاجة المليحة فيه انه يقطع كمية كبيره. تبعوا معايا الفيديو حتى للاخير. الحاجه الاولى، انا رايحين هنايا عند هذا الكاطو فيه زوج مراحل. المرحله الاولى في كسرونه، درت نص كاس تاع السكر وكاس تاع الزيت ونص كاس تاع الحسيله. انا خدمت بهذه الحسيله هذه. المهم عندي نص كاس تاع الحسيله. شوفوا نعطيكم هاد لاستي، شوفوا ديروا السكر من بعد ديروا الزيت باش الكاس يتدهن كامل بالزيت، من بعد ديروا الحسل. علاش؟ باش الحسل ما يلصق لكمش في الكاس، باسكو كي يكون الكاس كامل في هذيك الكميه تاع الزيت، الحسل تاعكم واش راح يلصق لكم في الكاس. هذه فقط غير سورتو اللي ما يعرفوش هكذا. المهم نديرهم في كسرونه، نديرهم فوق النار تكون ناقصه متوسطه، ونروحوا نخلطوا مليح مليح. بعد ما تشوفوا السكر تاعكم ذاب لكم، ديروا ملعقه هنايا صغيره تاع البيكربونات، ونعاودوا نخلطوا كما راكم تشوفوا على نار قلت لكم ناقصه، حتى تشوفوا اللون تاع هذاك الخليط. تشوفوا اللون تاعو كيفاش اصبح، اللون تاعو يرجع لون تاعو بني فاتح، واحد الريحه راهي تطلع ما شاء الله. هنا نهبط كامل كامل هذاك اللي راهو في الكسرونه، نديرو هنايا في غيسيبيون ونخلوه لازم حتى يبرد تماما، ولا حتى يرجع دافي. المهم تقدروا باريزومبل توشوه بصبعتيكم. هنا نروح ندير هذيك الرشه تاع الملح اللي ما ننساوهاش في الحلويات، وراني قاعده نخدم في شغلي ونعاود نرجع لهذا الخليط ونخلطه بالفوي باش تروح له كامل هذيك لا فابور ويبرد لي شويه. انا هنا بعد ما رجع دافي كامل، هنا نروح ندير فيه زوج حبات تاع البيض. زوج حبات بيض تكونوا خرجتوهم من الثلاجة من قبل، ونروحوا نديروا الحبة الاولى ونروحوا نخلطوا. شوفوا مع الاول هذاك الزيت راهو، شوفوا راهو الفوق، هذاك الخليط تاع السكر وكامل راهو تحت مع الحسل، لكن الزيت راهو الفوق. الزيت شويه صعيبه باش تدخل في المكونات، لكن غير نديروا هذيك الحبه تاع البيض ونبداو نضربوا حتى خلاص ينسجموا كامل مع بعض، ونعاودوا نديروا الحبه الثانيه تاع البيض. شوفوا هنايا اللون تاعو كيفاش يتغير. نروح ندير ملعقه تاع الاكل، انا درت زوج ملاعق صغار تاع لافاني، ونعاودوا نخلطوا. وهنا نروح ندير الكاس الاول تاع الفرينه، نفوتو هكذا في صفايه. صدقوني هذا الحلوة، شوفوا كي تاكلوها راكم رايحين ترجعوا مدمنين عليها. تقدروا تدوها باريزومبل تروحوا تضيفوا، تقدروا ديروها يكون يجوا عندكم ضيافة تحطوها لهم، تقدروا تحطوها لهم بالجو ولا تقدروا تحطوها لهم بالقهوة. شوفوا واحد البنة صدقوني رائعة رائعة. هنايا معاودو نديرو الكاس الثاني. شتو معايا الخليط كيفاش تغير اللون تاعو، يرجع بزاف شباب. نعاودو نخلطو ندخلو هذاك الكاس تاع الفرينه. هنا الخليط تاعنا راهو قريب يتلم منا، يرجع لنا عجينه. وهذا الكاس الثالث. هنا حنضيف خميره تاع الحلوه. واش حندير ملعقه صغيره. شوفوا معايا هذا الملعقه ولا تقدروا ديروا نص باكي، صافي 5 غرام تاع الخميره تاع الحلويات، نص باكي تاع الخميره تاع الحلوه. ونعاودو نخلطوا كامل المكونات مع بعض
هكذا. شوفوا هنايا العجينه تاعكم تولي نوعا ما تتلصق شويه في الايدي. شوفوا معايا. والفرينه دائما نقول لكم كاين الفرينه اللي تشرب وكاين الفرينه اللي ما تشربش، كل وحده وكيفاش الفرينه تاعها. المهم تتحصلوا على عجينه هكذا تتلصق شويه في الاصابع، غير ديروا لها شويه تاع زيت سيبون. انا درت هنا 3 كيسان ونص تقريبا هكذا باش تحصلت على. شوفوا معايا شتو كيفاش رفدتها وحطيتها في الصينيه، راهي طريه بزاف هكذا باش تجيكم تذوب في الفم. هذه الحلوه انا اخترت هذا المول. انتوما شوفوا بغيتوا ديروها تجي خشينه اكثر من هذه، واش ديروا صينيه تكون شويه صغيره على هذه هي. المهم ما تزيدوش تكبروا اكثر، لانه الا درتوها بزاف العجينه الا درتوها بزاف رقيقه في كاش صينيه كبيره شكل تاعها ماهوش رايح يجيكم شباب. المهم المول تاعكم دهنوه بالزيت، حطوا هذيك العجينه وديروا شويه زيت في يديكم وبداو تخبزوا فيها. دخلوها للفرن من تحت تشوفوا الاطراف احمر لكم، شعلوا لها من الفوق غير تاخذ اللون ذهبي فقط، ما تحمروهاش بزاف. نحيوها هنايا انا شوفوا حطيتها فوق هذه الصينيه راح تتنحى لكم فاسيلمون من الصينيه تاعكم. شوفوا معايا انا خليتها تبرد تماما، من بعد جبت الموس تاع المنشار ونحيت لها كامل الاطراف، لانه رانا رايحين نرحيوهم ونديروهم كتزيين، حاجه ما نرميوهاش. المهم هنا روحوا شريو المعجون اللي يكون ثقيل، ماشي هذاك المعجون هذاك اللي يجي بزاف خفيف، هذاك الثقيل. ومن بعد درتو كامل فوق الوجه تاع الحلوه تاعي وهي بارده بيان سور. ورحت رحيت هذا الكاطو ودرتو هكذا من الفوق كتزيين. شوفوا قلت لكم واحد البنه صدقوني رائعه. انا خليت هذا الكاطو تاعي خليته واحد 2 سوايع ولا بيان سور هكذا باش تنشف مليح، هذاك المعجون ينشف ويلصق مليح مع الكاطو. مع دا روحوا جيبوا موس تاع المنشار وبداو تقطعوا بهذه الطريقه. بسم الله ما شاء الله. تعطيكم كميه غير بزوج حبات بيض، تعطيكم كميه هائله والله صدقوني ولا تقدروا. شوفوا هنايا الا ما بغيتوش هذوك لي شوت قطعوهم الى مربعات، نتوما كيما تحبوا تزيدوا تصغروا على هكا كيما تفضلوا نتوما. هادو الصغار درتهم الى راكم تشوفوا الى مقروطات. هذا الكبير كامل اللي هنايا خليته هكا كبير، اني رايحه نقطعه الى مستطيلات. وهاي ليك الحلوه تاعي راهي امامكم. شوفوا معايا كيفاش جا السمك تاعها جا عادي، لكن نتوما الا بغيتوه يجي خشين على هكذا قلت لكم صغروا البلاطو. شوفوا معايا جات بزاف هايله هذا الحلوه. نتمنى كامل اللي شاف هذا الفيديو يجرب لي هذا الحلوه ويكتبوا لي في لي كومونتير، ونقول لكم الى اللقاء.